واحد دكتور وموظف كبير وراتب كبير، وأعجب بنفسه وأعجب بكتاباته، وتكبر على بعض زملائه الذين دون ذلك. وواحد منهم سمع منه كلمة جارحة فدعا عليه، قال: اللهم كما متعته ببصره حتى وصل لما وصل إليه، خذ منه هذه النعم. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا ذاك مظلوم، دعوة مظلوم. أصبح الدكتور هذا أعمى، أخذ إلى محل عمله أعمى، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث قرار فصل. جاء إلى بيته أعمى، جلست مع زوجته يوم يومين ثلاثة، آخر شيء طلبت الطلاق. قالت: أنا والله ماني فاضي نقودك يمين يسار، والحياة معك صارت صعبة وجهنم، وعندك عيال ومع السلامة. خلعته وانتهت منه. آخر شيء عياله تعبوا منه، ودوه إلى غرفة المسنين والله ما أدري عنهم. وآخر شيء أيضا طلع من هناك وجلس في الشارع يشحت. فجاءه أحد زملائه أيام الكبر، قال: يا فلان ما تتمنى؟ اسمع الكلمات القال. قال: تمنيت أني ما درست ولا قريت ولا عملت ولا كان عندي شيء، وأني شحات بس، لكن عندي نظري أشوف الناس. لا إله إلا الله.